السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن جوستافو بيترو الطفل والمراهق، بدأناها بحفلة تنصيبه كأول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وتعرفنا كمان على الظروف والأماكن اللي اتولد وكبر فيها. وكمان عدينا على شوية حوادث في تاريخ كولومبيا واللي بيترو عاشها بنفسه. النهاردة بقى هنتعرف أكتر على بيترو طالب الاقتصاد المتمرد السجين، العمدة وعضو مجلس الشيوخ واللي هو النهاردة رئيس كولومبيا. هنتكلم كمان عن مواقف كتيرة ليه ضد الفساد والعنف جوه وبره كولومبيا ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية. يلا بينا نبدأ. بيترو كان عنده 17 سنة بس لما بدأ دراسة الاقتصاد في جامعة بوجوتا، في فترة كانت الدنيا فيها خربانة، وده بسبب الأوضاع الاقتصادية المنيلة بنيلة وعنف الحكومة المستمر. اتعرف في الفترة دي على الرجالة بتوع الام 19 واللي زي ما قلنا اتأسست سنة 73 كرد فعل على انتخابات قالوا انها مزورة، وان هم مش شيوعيين ولا عاوزين يقلبوا نظام الحكم، هم بس عاوزين عدالة ومحاربة حقيقية للفساد. من سنة 1980 لسنة 1984 بيترو كان طالع في قصة حياته بمنظرين: أمين مظالم لمدينة سيباكويرا سنة 1981 المدينة اللي كبر فيها، وبعدها عضو مجلس محلي سنة 1984، وفي نفس الوقت عضو في الام 19 بيعمل عمل مدني زي مثلا توطين حوالي 400 عيلة من الفقراء اللي اتهجروا بسبب جماعات شبه عسكرية كانوا طردوهم وهجروهم من بيوتهم. بس بيترو عمل حركة سنة 1984 كانت سبب في سجنه بعدها، وده لما الحكومة وتحت رئاسة بيليساريو بيتانكور عملوا اتفاق سلام أولي كده بينهم وبين الام 19. راح هو وكام واحد تانيين يعني من اللي كانوا معاه بدأوا يقودوا مظاهرات ويعلنوا فيها قدام الناس كلها إن هم أعضاء في الحركة، وبكده فتحوا عيون الحكومة عليهم. وقد كان يوم 25 أكتوبر الصبح الجيش قبض عليه في بيت في حي بوليفار في مدينة سيباكويرا. وفي كلام وقتها إن هو كان متنكر في لبس واحدة ست، بس برضه في تقارير تانية بتنفي الكلام ده. المهم، التهم كانت حيازة أسلحة، قنابل محلية الصنع، ومواد دعائية. مفيش محاكمة. الجيش خدوه عذبوه كام يوم وبعد كده اتحبس لمدة سنة ونص. وهو في السجن وبرضه زي ما حكينا الحلقة اللي فاتت حصلت الحادثة بتاعة قصر العدل. الأخبار لما وصلته كانت بالنسبة له هم على الهم اللي هو فيه، وهو شايف الحركة والشباب اللي بيحاول يوجههم للسلام بيموتوا على إيد الجيش، وفهم وقتها إن العنف مش هو الطريق لو فعلا عاوز يعمل تغيير حقيقي في البلد دي. بعد سنة ونص من الحبس اللي كان طبعا مرار طافح عليه، في مارس سنة 1987 بيترو بيخرج من السجن بجسم ضعفان بس بعقل متصنفر. الرئيس الجديد ساعتها فيرجيليو باركو كان مستعد ان هو يتكلم مع الام 19. بيترو اللي بقى وقتها قائد في الحركة بتاع سياسة مش بس مجرد مقاتل، دخل في قلب المفاوضات دي. والموضوع طبعا ما كانش سهل لان كان في قطاعات كبيرة جدا من الجيش والمحافظين كانوا رافضين ان هم يتفاوضوا مع الناس اللي بيعتبروهم ارهابيين. بس بيترو والرجالة اللي معاه اصروا على نفس الفكرة ان الحرب دي ما كانتش الحل وما ودتلناش اي حاجة، ده احنا اتسجنا، والثورة دي يا باشا لازم تتحول لشغل سياسة وشغل مكاتب. وفعلا قعدوا يتفاوضوا كذا سنة كده مع الحكومة لحد مارس سنة 1990 الام 19 والحكومة الكولومبية وقعوا اتفاق سلام تاريخي. الحركة سلمت سلاحها مقابل عفو شامل، ودي كانت أول حركة تمرد كبيرة في أمريكا اللاتينية تعمل كده. بعد كده بيترو وحركته الجديدة اللي بقى اسمها التحالف الديمقراطي الام 19 بقوا حزب يعني، قرروا ان هم يترشحوا للرئاسة. كان المرشح بتاعهم اسمه كارلوس بيزارو الانتيم بتاع بيترو. الراجل ده في الاول جاب تأييد كويس، بس للأسف اغتالوه بعد كام يوم من الانتخابات على ايد جماعة تانية الفارك. موته وقتها كان رسالة واضحة جدا من اليمين اللي هو يا جدعان النوش اللي انتوا بتعملوه ده مش هيعدي ومفيش سلام هيحصل في البلد دي. بس رغم اغتيال بيزارو الحزب قدر يحافظ على قوته، وفعلا دخلوا انتخابات الجمعية التأسيسية واللي كانت بتعمل الدستور الجديد بتاع البلد. وفي سنة 1991 بيترو كان من أهم الناس اللي شاركت في كتابة الدستور الجديد. الام 19 قدمت مشروع كامل حوالي 70% منه دخل في النص النهائي بتاع الدستور. وبيترو كان ورا مواد كتيرة مهمة جدا في الدستور ده، خصوصا اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية. الدستور الجديد ده كمان حول كولومبيا لدولة اجتماعية وديمقراطية قايمة على القانون بعد ما كانت عزبة استبدادية مركزية. وفي سنة 1991 بيترو تم انتخابه لمجلس النواب ودخل البرلمان بقضايا واضحة ومباشرة جدا. كلامه كان عن التعليم، حقوق العمال، الإصلاح الزراعي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وكان على طول صوته عالي وبينتقد البرامج الاقتصادية، شغل النيو ليبرالية اللي هو الخصخصة وتقليل بقى الميزانية الاجتماعية والكلام ده. وكان طول الوقت بيدافع عن سياسة اجتماعية حقيقية في البلد.
بس طبعا صوته العالي ده كان يعني سبب في ان هو طول الوقت في خطر كبير جدا، وده بعد ما بدأ يضغط على البرلمان للتحقيق في علاقات ضباط الجيش برجال اعمال اجانب. فبدأ على طول يستقبل تهديدات مباشرة بالقتل من جماعات شبه عسكرية شايفين ان هو شيوع خطير ولازم يموت. بيترو وقتها قال لك انا اضطريت ان انا اسيب البلد وامشي لان ما كانش قدامي اي حل تاني لو فعلا عاوز اعيش. وفعلا ساب كولومبيا هو وعيلته سنة 1994، وبقى لاجئ سياسي في اوروبا. قعد سنتين بين بلجيكا واسبانيا، وفي الفترة دي بيقول ان هو ما وقفش عن القراية والتفكير والمذاكرة بقى عن الاشتراكية والديمقراطية اللي موجودة في اوروبا. ورجع من هناك بفهم وفكر جديد ان الثورة ممكن تحصل بس بطرق ديمقراطية، وانك فعلا ممكن تغير بس لو انت دخلت جوه المؤسسات بتاعت الدولة نفسها. سنة 1998 بيترو بيرجع مرة تانية وبضغط دولي المرة دي لمجلس النواب، بس النطة الكبيرة فعلا كانت سنة 2006 لما دخل مجلس الشيوخ وكان جايب تاني أعلى عدد أصوات في البلد. وقتها دي كانت طبعا إشارة واضحة إن الناس خلاص بدأت تسمع له وتثق فيه. والفترة بتاعته في مجلس الشيوخ هي اللي فعلا ثبتته كبطل شعبي بالنسبة للناس كلها، واحد بيكشف الفساد مش بيهدى. وأهم لقطة كان كشف فضيحة البارابوليتكس أو السياسة الموازية. بيترو قدر يفضح تحالفات سرية ما بين سياسيين كبار وجماعات شبه عسكرية كانت بتقتل وبتهجر الناس المدنيين علشان يسيطروا على أراضيهم ويطردوهم منها. وكشف ان الفساد والعنف اللي موجودين في كولومبيا ده مش مجرد، ده مش بتكلم على عصابة ولا حالات فردية زي ما بيقولوا، دي جزء من البنية السياسية للبلد نفسها. واللي عمله من التحقيقات في الحوار ده كان سبب لاعتقال ومحاكمة عشرات النواب ومسؤولين وناس تقيلة جدا في البلد. وده طبعا خلاه بطل، بس في نفس الوقت خلق له أعداء أقوياء جدا هيفضلوا يطاردوه طول حياته. لما بنوصل لسنة 2011 بيبقى رئيس بلدية بوجوتا، وده طبعا منصب مهم جدا، رئيس بلدية العاصمة يعني. بدأ برنامج اسمه بوجوتا هيومانا أو بوجوتا الإنسانية، ركز فيه على تقليل الفقر والجريمة والتمييز الاجتماعي، وكمان عمل برامج دعم للمية والمواصلات للفقراء. قدر كمان ان هو يقلل دين المدينة ونجح في تخفيض معدلات الجريمة والفقر بنسب معقولة جدا. لكن حصلت أزمة في إدارة المخلفات، وده لأن هو كان بيحاول يصلح نظام إدارة القمامة. لغى العقود اللي كانت موجودة بين الحكومة وبين شركات خاصة تقيلة يعني، وده عشان يأمم الخدمة ويدخل جميع القمامة الفقراء في النظام ده عشان هم كمان يعني ياكلوا لقمة عيش وياخدوا أجور كويسة. بس اللي حصل إن التنفيذ فشل لمدة 3 أيام والزبالة مالت الشوارع. فالمفتش العام، وده سلطته إدارية مش قضائية، أصدر قرار بعزل بيترو من منصبه ومنعه من الخدمة العامة لمدة 15 سنة. ده طبعا فضيحة كبيرة ومبالغ فيها جدا مقارنة بفساد وإهمال ناس تانية كتير في البلد. بس المحاولة دي كانت رسالة برضو من المؤسسة السياسية والاقتصادية اللي بتقول له احنا مش هنسمح لواحد زيك يساري راديكال يعني ان هو ينجح في تغيير النموذج الاقتصادي اللي البلد دايرة بيه، حتى لو الناس هي اللي اختارته وجابته عن طريق الصندوق. بس على طول بيترو استأنف للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ورجع لمنصبه بعد كام شهر من المعافرة، وساعتها قال إن التجربة دي علمته درس كبير جدا، وإن الديمقراطية في كولومبيا هي ديمقراطية محدودة جدا. بيترو بيفضل بيكمل بعد كده يعني في قربه من الناس في أماكن كتير في البلد، بس برضه ما كانش متوقع أبدا إن هو يقدر يوصل للرئاسة بالسرعة دي. والحقيقة إن فوزه في 2022 ما كانش هيحصل لولا إن البلد وصلت لنقطة الانهيار حرفيا، مع نظام محافظ بص عاصرها. الإحباط من الفقر والعنف والفساد عمال يعلى لحد لما حصل إضراب وطني سنة 2021 نزل فيه آلاف من الناس للشوارع، وكانوا نازلين ضد نظام الضرائب اللي موجود، ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلد كلها، لان هم شايفين ان هم متهمشين ومحدش بيديهم اي حقوق. بس الحكومة ردها على المظاهرات دي كان غشيم جدا. وحدة مكافحة الشغب كانوا بيلوشوا، اتسببوا وقتها في إصابات في العين للناس، عنف جنسي، تعذيب، خطف، تختفي وغيره كتير. وصدمة الناس طبعا من اللي حصل ده ورد فعلهم هو اللي فتح الباب قدام بديل زي بيترو، لان هو وعد ان رئاسته هتكون رد على الاحتجاج ده مش انتقام منه. في يونيو سنة 2022 بيترو بيكسب ايفان دوكي عشان يبقى اول رئيس يساري لكولومبيا، وبيقود تحالف اسمه الباكتو هيستوريكو او الميثاق التاريخي. والبرنامج بتاعهم كان قايم على 4 حاجات اساسية. أول حاجة هي السلام الكامل، بإنه ينهي تماما على العنف عن طريق التفاوض مع كل الجماعات المسلحة اللي موجودة في البلد، بتتكلم في أكتر من 25 جماعة وعصابة إجرامية.
تاني حاجة هيعمل إصلاح اقتصادي وزراعي عن طريق إن هو هيعالج بقى الجوع والفقر اللي موجودين في البلد، ويعمل إصلاح زراعي في بلد 1% بس من المزارع بتمتلك 80% من الأراضي الصالحة للزراعة اللي فيها. تالت حاجة هيعمل تحول أخضر بإنه يلتزم بوقف عقود تنقيب جديدة عن النفط والغاز، رغم إن النفط بيجيب 34% من صادرات البلد، بس قال لك مش مهم عشان الأجيال اللي جاية. وكمان هيعمل إصلاح لسياسة المخدرات، رفض سياسة أمريكا مع قطع الكوك عافية يعني، واقترح نمو ماريجوانا قانونية كمحصول بديل للمزارعين دول. في خلال السنتين اللي فاتوا مع بداية الحرب على غزة بدأت صور بيترو وأخبار كتيرة عنه تظهر في نشرات الأخبار والسوشيال ميديا العربية بشكل كبير جدا. بس الحقيقة إن موقفهم من قضية فلسطين مش موضة، ده بالنسبة له تجسيد لأيديولوجية الثورة واللي كان طول حياته عايشها ضد الظلم والاستعمار. بيترو واللي شاف معاناة الشعب الكولومبي اللي متهمش بيشوف إن الصراع الفلسطيني جزء من نفس الظاهرة العالمية، فكرة استعمار الدول الغنية للدول الفقيرة، وبيشوف القضية من زاوية الاستعمار وعدم المساواة والتمييز العنصري. هو بيتكلم في الأمم المتحدة قبل كده كان قال إن الأزمات العالمية بتيجي من مجتمع غني أبيض عنصري شايف إن هو عرق متفوق عن باقي الناس كلها. بالنسبة له الفلسطينيين ضحايا نظام عالمي متجذر في الرأسمالية والإمبريالية. بيترو ربط دعمه لفلسطين بشكل علني بماضيه لما كان مقاتل في الام 19، ولما كان بيحكي في مرة عن واحد صاحبه في الام 19 اللي اتدرب في الصحراء الكبرى جنب المقاتلين بتوع منظمة التحرير الفلسطينية. وقال وقتها ان الصراع الفلسطيني وصراع الام 19 ليهم نفس الجذور، الاتنين حركات تحرر وطني شرعية جدا. والتزامه بانه يكمل في الدفاع عن القضية الفلسطينية ده وصل لتصعيد سريع وكلفه كتير جدا مع اسرائيل. بعد 7 اكتوبر بيترو كان صوته عالي جدا وقال على الاسرائيليين ان هم بيعملوا اعمال النازيين، واكد ان حصار اسرائيل لغزة ده هدفه هو الابادة الجماعية. وده طبعا عمل رد فعل سريع من الكيان. الحكومة الإسرائيلية علقت كل صادرات الأمن والأسلحة اللي كولومبيا بتعتمد عليها في محاربة العصابات، حاجة وسخة يعني. هو كمان بصراحة يعني ما سماش يلا في داهية. وفي مايو سنة 2024 في عيد العمال أعلن القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في خطاب كان قاله قدام أكتر من مليون واحد. الخطوة دي طبعا كانت مكلفة عسكريا واقتصاديا، لكن هو اختار الصحة والأخلاق على المصالح الاقتصادية واللي دايما عمرها قصير. تحدي دولي وصل لحتة تانية جديدة خالص في شهر 9 اللي فات لما كان في الأمم المتحدة ودعا لجيش عالمي للتحرير الفلسطيني، وكمان حرض الجنود الأمريكان على عصيان أوامر ترامب وإن هم يسمعوا أوامر الإنسانية. وساعتها وزارة الخارجية الأمريكية ردت بسرعة وسحبت التأشيرة بتاعته بحجة إن هو بيتصرف تصرفات طايشة. طبعا هو رفض الكلام ده واتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام سحب التأشيرة ده كسلاح دبلوماسي لقمع حرية التعبير. رحلة بيترو من المتمرد اللي سرق سيف سيمون بوليفار للرئيس اللي طالب بوجوده في حفل تنصيبه هي قصة أيديولوجية. وسواء نجح في تحقيق أجندته المحلية أو لأ، كفاية إن هو صوت الجنوب العالمي اللي رفض الخضوع والسكوت. بيترو لسه بيواجه مشاكل وتحديات كتير. السلام الكامل الوعد الأهم في حملته بيعاني جامد جدا لحد النهاردة. وبعض الناس اللي بتنتقده بيقولوا إن سياسته خلقت فراغ أمني استغلته الجماعات المسلحة. بس هو بالنسبة له إن السلام مش معناه غياب الحرب، لكنه بناء العدالة الاجتماعية. والتحدي الحقيقي مش عسكري لكن سياسي واقتصادي. بالنسبة لواحد زي بيترو الشرعية الأخلاقية والتاريخية أهم بكتير جدا من العلاقات الدبلوماسية اللي ممكن تريحك. وبس كده، لو الحلقة دي عجبتكم لايك الفيديو، قلنا في الكومنتس لو حابين نعمل الحلقة عن لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وسبسكرايب في القناة يا جدعان والحاجات دي. يلا سلام.